السلام عليكم المشاهدين ديالي العزاز الغاليين، توحشتكم بزاف بزاف. هذه غيبه ما درت معكم فيديوهات، سمحوا لي على هذا الغياب لظروف صعيبه صعيبه صعيبه. الحمد لله على كل شيء، ورجعت لكم من جديد بالوصفه الطبيعيه كما عودتكم ديما. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. احسن شيء هو الصحه، تكون احسن الاحوال في صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واول قبل ما نبدا الوصفه هذه بغيت نشكر البنات جداد اللي دخلوا عندي، واخا ما تابوناش في القناه ديال ما يشاركوش في القناه، كنتمنى يشاركوا في القناه ويكونوا متبعين ديالي، كما العاده متبعين ديالي اللي يتبعوا الوصفات ديالي. انا شفت اليوتيوب صيفطت ليا المشاهدات، وصيفطت ليا الناس اللي اشتركوا في القناه والناس اللي ما اشتركوش. عندي المشاهدات عالية بالنسبة لغير مشتركين في القناة، وكنتمنى يشتركوا في القناة. وعندي المشاهدة ضعيفة بتاع المشتركين اللي معايا في القناة. يعني علاش؟ بغيت نشوف علاش هادوك اللي متخبيين علاش ما بغاوش يشاركوا في القناة. كيدوا الوصفات وكيدوا المعلومات نتمنى منكم تدخلوا عندي وتشاركوا في القناة وتكونوا من المتتبعين ديالي دائما. انا شارك معكم الوصفات الطبيعيه اللي كنديرها ليا وكنشاركها معكم في نفس الوقت، تستافدوا نتوما ونستافد انا معكم بجوج. وزعما ماشي حاجه صعيبه باش ديروا ابوني وتشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الكل باش يوصلكم الاشعارات ديالي الفيديو ديالي، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وكنشكر البنات اللي طلبوا مني هذه الوصفات الطبيعيه، قال لك زيدي لنا من هذه الوصفات. البنات اللي عندهم من السن من 18 سنه حتى ل 35 سنه، من 35 سنه حتى ل 45 سنه طلبوا مني هذه الوصفات. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا وعلى الراس والعين. ودابا غادي نتمنى كاع اللي شاف هاد الوصفه هذه يطبقها، ما ينساش يخلي لي لايك ويدير المتابعه ويخلي شي تعليق زوين على حق هذه الوصفه. وشكرا لكم على المشاهده. بسم الله على بركه الله. جيت لكم واحد الوصفه قناع كوري لتبييض الوجه والقضاء على الكلف نهائيا وعلى النمش، ويديه النعومه والاشراقه، وكيصفي الوجه وكيفتح البشره ويعطيها نعومه واشراقه ويقضي على التجاعيد. هذا الوصفه كوريه، كما كتعرفوا الكوريات البشره عندهم بيضاء وناصعه ورطبه وما فيهاش الشوائب، ما فيهاش الكلف، ما فيهاش. كتعرفوا هذاك الكوريات الوصفات الطبيعيه ديالهم. على بركه الله جبت لكم واحد غير 3 ديال المكونات فقط موجوده في كل بيت. على بركه الله. بسم الله. عندنا صفار بيضاء كما كتشوفوا، تكون حراره المطبخ. صفار بيضاء الابيض نحيدوه. وعندنا مايزينا نشا الذره. وعندنا حليب، اللي ما عندوش الحليب يدير ماء الورد. انا عندي بجوج. هاد الورد غادي نديرو من بعد حتى اخر الوصفه. الحليب غنخلطها الوصفه بالحليب او الزبادي ولا ماء الورد، عندكم اختيارات 3. المهم انا عندي بيضه. على بركه الله. هاد الوصفه البنات ما غاديش ندموا عليها، غادي تشد لكم البشره وتصفيها وتقضي على الشوائب وعلى الكلف، وكتغلق المسامات الواسعه، وكتقضي على النقط السوداء، وكتشد البشره وتحميها من التجاعيد. وجربوها ما غاديش ندموا على هذه الوصفه. واللي يجرب هذه الوصفه ما ينساش، ديما كنقول لكم ما تنساوش خلوا لي تعليق تحت الفيديو كي جاتكم هذه الوصفه وشكون اللي جربها وشكون اللي ما جربهاش. المهم على بركه الله. صفار بيضاء، وغادي نديروا عليها ملعقه صغيره ديال النشا مايزينا. اللي ما عندوش مايزينا يدير الدقيق الابيض. ملعقه صغيره ديال النشا تكون عامره بحال هكذا. وغادي نحاولوا نخلطوا هذا الشيء قبل ما نديروا الحليب. نخلطوا بحال هكا اللي كيبان لكم. الوصفه واعره البنات، واعره كتحمق. اللي جربها ما غاديش يتخلى عليها.
ديما كنعودكم الوصفات الطبيعيه والمكونات موجوده في كل بيت، بلا ما تبقاو تجيبوا الكريمات الغاليين وداك الشيء اللي كتشرو من المحلات، وفيها المكونات ماشي طبيعيه، فيها الكيماويات كضر البشره. هذه كلها طبيعيه في البيت كما عودتكم ديما. ها هو شوفوا الكريمه كي ولات دابا، خصها تكون المزيج ثقيل، ماشي رطب، ماشي جاري مطلوق. ندير غير واحد شويه ديال الحليب، غير واحد شويه بحال هكذا، مع معلقه ما عمراش، غير هكذا، معلقه متوسطه ماشي كبيره، متوسطه. غادي نخلطو، خص يكون عندنا الخليط ثقيل. الا شفتوه تجرى لكم زيدوا النشا. انا كان عندي ثقيل وجريته، دابا خص غير ملعقه صغيره. انا غادي نزيد النشا، توصلوا النشا حتى الملعقه، من الملعقه حتى الملعقه ونص. دابا انا غادي نزيد، راه جريته، نزيد النشا. هذه ملعقه صغيره، غادي نزيد واحده اخرى باش يجيني بحال عيوه العبار ديال واحد المعلقه كبيره بحال هكذا. وغادي نجرب، خص يكون عندنا الخليط متماسك باش نقدروا نطبقوه على البشره بحال هكذا. كيبان لكم، نهبط لكم شويه باش تشوفوا. باقي شويه مطلوقه، وراه البيض بدا يقسح. غادي نزيد واحد شويه النشا، يعني ملعقه كبيره ونص. غادي نزيد واحد شويه، قلت لكم البنات اللي ما عندوش الحليب، ماشي موجود في هذاك الوقيته اللي غادي يدير فيها الوصفه، يدير ماء الورد، يخلط هذا الخليط بالماء الورد، النشا وصفار بيضاء وماء الورد او الحليب، من 3 مكونات فقط. ها هي دابا الخلطه موجوده، ها هي خصها تكون هكا قاصحه، تقدروا تطبقوها على راه البيض وصفار البيضاء وسميتو النشا راه كيتشرب. ها هو خص تحاولوا تخلطوا مزيان، تخلوش داك الحبيبات بحال هاك. ما بغيتش نطول عليكم. دابا نحيدوا هاد الماء الورد ولا الزيت الحلو، اي زيت عندكم او مرطب. غادي نقول لكم علاش هادو، غادي من بعد نقول لكم علاش هادو، وحده فيهم. المهم على بركه الله، بحال هكذا. نحاول نبعد لكم باش يبان لكم. غادي نحاول نطبقها على، تكونوا غسلتوا بطبيعه الحال، تكونوا غسلتوا البشره ديالكم، نشفتوها تكون نقيه نظيفه من هذاك الزيوت، من هذاك الغبره، من هذاك المكياج وهذاك الشيء. غادي ديروا سميتو، تكونوا غسلتوها مزيان ونشفتوها. سمحوا لي طاح لي هذا باش ندير به. المهم على بركه الله، غادي ندير نخلو هذا القناع او الوصفه على البشره من ربع ساعه حتى 20 دقيقه، حتى تنشف لينا. وطاح لي عاوتاني، يا ويلي هذا الشيء. المهم خلوكم معايا، انا غادي نطبقها على اليد بحال هكذا. خلوها حتى تنشف لكم. راه بدات تنشف ليا دابا، راه كنديرها وراه بدات تنشف ليا، لحقاش راه فيها النشا وفيها صفار البيض راه كيتنشف بسرعه. ها بحال دابا هكذا الا كيبان لكم. ولكن صاوبي معنا هاد الخلطه هادي. فرشيطه عيات مسكينه الوصفات. المهم على حسابها وبحال هكذا ديروها تبقى غليظه باش من تحيدوها تجيكم سهله. المهم نخليه هكا من ربع ساعه حتى حتى 20 دقيقه حتى ينشف علينا القناع مزيان. خلوكم معايا حتى ينشف. غادي نقول لكم الفوائد ديال البيض. راكم عارفين البيض عنده فوائد كثيره بالبروتينات، وكيشد البشره وكيحميها من التجاعيد، وكيشد البشره من الترهلات. والنشا غني عن التعريف، كيصفي الوجه وكيغلق المسامات وكيعطيها اشراقه وليونه ورطوبه واللمعان وسميتو. والبيض معروف هكما قلت لكم الفوائد ديالو. والنشا
والحليب حتى هو كيبيض وكيرطب، يعطيها الاشراقه للبشره ويحميها من التشققات والجفاف وهذاك الشيء. المهم هذه البشره هذه هذه الخلطه هذه عفوا فيها فوائد كثيره للبشره، جربوها وما غتندموش عليها. وغادي نخلي لكم تحت سميتو تحت الفيديو المكونات، اللي ما شافش الفيديو يلقاها مكتوبه تحت الفوائد ديالها والمكونات اللي درت في الوصفه. خليكم معايا هنا 20 دقيقه ونرجع لكم بعد ما تنشف ليا باش نغسلها ونكمل معكم الخطوه الثانيه. ما تمشيو فين، خليكم معايا، اللي مهتمه بهذه الوصفات يبقى معايا. ورجعت لكم بعد ما دازت من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه 20 مينيت. دابا شوفي كي يبسات لي هاد الوصفه هذه بحال هكا، غتشوفوها بحال هكا. غادي قبل ما نغسلوها غادي نفركو بحال هكا، بحال كوماج، نديرو بحال كوماج بحال هكذا. نحيد هذه باش ما تلصق لياش، هوا بحال هكذا. انا خلوها عاد تنشف اكثر من هكذا، تكون ناشفه باش يجيكم سهله باش تحيدوها على الجلده كما كتشوفوا. تفركوا مزيان، تحيدوا هذاك كاع داك الجلد الميت وداك القشور وهذاك الشوائب كاملين، تحيدوهم من الجلده. هاد الوصفه البنات رائعه وواعره البنات، جربوها وتشوفوا ما غادي تضيع، ما تخسروا والو. غادي نغسلوا بالماء دافي بحال هكا، دافي ومن بعد بارد. وهاد الوصفه غادي يديروها البنات مرتين في الاسبوع حتى ل3، اللي عنده مشاكل البشره بزاف كثيره بحال هكذا. من بعد ديروا الماء البارد، الماء الفاتر الاول دافي ومن بعد بارد بحال هاك. على طبيعه الحال غادي تمسحوا بالفوطه ونرجع لكم باش نديروا الترطيب للمرحله الثانيه. الترطيب ان شاء الله، خليكم عاد تشوفين. بعد ما نشفت اليد ديالي بالفوطه مزيان، دابا غنمشيو للمرحله الثانيه. هذا الخليط هذا غادي ندير به الوجهي، ديروه الوجه والرقبه واليدين والركبتين الا بغيتوا الركبتهما والكوعين لتحت. ولا المهم هذه الخلطه هذه خصها ديروها في نهارها، ما تخليوهاش تبات، راه كيبس عليها البيض. غير في النهار ما تخليوهاش. المهم غناخذها خليها جانبا. دابا غادي نديروا الترتيب. سواء الترتيب عندكم 3 الاختيارات، سواء نيفيا، سواء زيت، اي زيت عندكم، زيت سميتو ارغان ولا زيت اللوز ولا زيت الكوك اللي عندكم. وهنا بعد ما غسلنا ونشفنا يدينا غادي ترشوا بالماء الورد، ماء الورد باش تغلقوا المسامات. كما باش تخدم ليا هذه دابا نحلها بحال دابا هكذا. ضاعت ليا الرشاشه. المهم غادي ديروا مزيان الاخر البشره ديالكم بالماء الورد باش تغلقوا المسامات طبيعه الحال كما عودتكم ديما. هذه ضاعت لي حتى نشوف مالها ما بغاش تخدم ليا. تنشفوه مزيان وترطبوا باي مرطب عندكم، سواء نيفيا او زيت كما قلت، اي زيت عندكم اللي كترطبوا او كريمه اللي عندكم. المهم انا غادي ندير عندي نيفيا، غادي ندير هذا الزيت، هذا الزيت ديال سميتو غارنيي دو حلو ديال سميتو الارغان، مكتوب ارغان اللي كتبان لكم، مزيانه للشعر ومزيانه للبشره. المهم انا غادي ندير شويه بحال هكذا طبيعه الحال. غادي ندهن هكذا، دهنوا البشره ديالكم كامله باش تحميها من التجاعيد والتشققات. وهاد الوصفه البنات ديروها من مرتين الى 3 مرات في الاسبوع. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وما تنساوش خلوا لي شي تعليق البنات، خلوا لي المشاهدين واش انا كندير لكم الوصفات والتماره والتسجيل والمونتاج، وكنوجد نشري الاخر المكونات باش ندير لكم الوصفه، وانتم ما تشجعوني حتى بشي تعليق زوين. وديروا لي اشتراك في القناه، اللي ما مشارك يدخل اشترك، راه كاينين مشاهدين بزاف كيدخلوا ما كيتشاركوش، غير يشوفوا الوصفه كيمشيو. عندي اللي ما مشاركينش كثر من اللي مشاركين. يلا المشاهده ضعيفه وما كاينش الاخر الحركات، ما كاينش التعاليق، ما كاينش البارطاج. شاركوا هذه الوصفه هذه مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وشكرا لكم، اسمحوا لي طولت عليكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.